بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباراة نادي بيراميدز والنادي المصري، مباراة من أمتع المباريات اللي في الدوري المصري الموسم ده، وبالتحديد في الشوط الثاني. فريقين، كل فريق نازل المصري نازل للمكسب، وبيراميدز نازل للمكسب طبعا عشان بينافس على الدوري. بعد بعد رحيل نبيل الكوكي، الكابتن عماد النحاس نزل المباراة ديت وهو عامل حساب للنادي بيراميدز، ولكن كان بيلعب بطريقة هجومية. كان بيهاجم على بيراميدز وصنع فرص كتير وعمل خطورة كبيرة على بيراميدز، وكان يعتبر المباراة رايحة في طريقه، لكن بيراميدز قدر في الآخر يدرك التعادل وكان هيكسب المباراة لولا الاستهتار بركلة الجزاء من اللاعب مروان حمدي. هنتكلم النهارده إن شاء الله. هنبدأ بتشكيل المباراة. يعني عندك النادي المصري، في حراسة المرمى عصام ثروت. في خط الظهر باهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وخالد صبحي وكريم العراقي. نص الملعب محمود حمادة ومخلوف وأسامة الزمراوي وميدو جابر قدام، ومنذر طمين ومحمد الشامي. هنتكلم على تشكيل نادي بيراميدز. في حراسة المرمى كالعادة أحمد الشناوي، ناحية اليمين محمد الشيبي وأحمد سامي وأسامة جلال في خط الظهر، محمد حمدي إبراهيم في الباك الشمال، مهند لاشين وحامد حمدان وناصر ماهر في خط الوسط. وثلاثي هجومي مصطفى زيكو ومصطفى فتحي ومحمود زلك. طبعا بيراميدز نزل الماتش دوت على امل ان هو يكسب المصري، لانه بينافس على الدوري بشكل كبير جدا مع الزمالك رفقة الاهلي طبعا. لكن المصري فريق كبير جدا. المصري النهارده بيقدم شوط تاني من امتع الاشواط اللي شفتها للنادي المصري الموسم ده. عمل كل حاجه في الكوره في الشوط التاني. ضيع كور وبيهاجم من على الاطراف كويس، وكل حاجه كانت في المباراه ماشيه كويس مع النادي المصري في الشوط التاني. طبعا عكس الشوط الاولاني اللي كان فيه سيطره من بيراميدز، وكان يعتبر شوط ممل ما كانش فيه اهداف. كان بعض الفرص من نادي بيراميدز، ولكن الشوط الثاني بيراميدز بدأ ضاغط في الأول. وهنبدأ نتكلم على المباراة. طبعا قلنا في الأول إن بيراميدز كان ضاغط في المباراة، إن هو عايز يضغط من المصري من أول الماتش، عشان كان لازم يعدي أول نص ساعة هو يجيب هدف عشان يطمن بعد كده في آخر الشوط الأولاني وبداية الشوط الثاني. لكن ده ما حصلش. وقوة بيراميدز كانت في اللعب الجماعي، وإنه عنده عناصر مهمة جدا ولاعيبة حريفة زي سلاكة وزي القط وزي ناصر ماهر طبعا. وعندك في نص الملعب حامد حمدان ومهند لاشين، فرقة من أفضل الفرق اللي في الدوري المصري، كلها لاعيبة كورة وكلها حريفة. وطبعا مصطفى فتحي تشكيل بيراميدز تشكيل قوي جدا جدا جدا، وبيخليه ينافس دايما على الدوري المصري وعلى أي بطولة بيخشها. الشوط الاولاني زي ما قلنا مباراه متوسطه، مباراه ما توحيش ان ده اللي هيحصل في الشوط الثاني. مش قد الحدث او المستوى اللي كان منتظرينه من المباراه ديت، لكن لحد ما بدأ الشوط الثاني كان في ضغط جامد من بيراميدز في بدايه الشوط الثاني. بيراميدز كان خطير، كان داخل مركز كويس في الماتش، وكان كان ضغط لحد الدقيقة 51. كان بيراميدز يعتبر ضاغط، وطبعا كان في تألق كبير جدا من عصام ثروت. في الدقيقة 53 شك كان في ضربة جزاء، لكن النصر ما لكن ما فيهاش بصراحة ضربة جزاء. والدقيقة 55 بعد كده نيجي اللاعب
ميدو جابر اللي بيضيع كرة في نص الملعب، يعني كرة غريبة، بيعمل فاول ملوش لازمة في نص الملعب. نيجي بعد كده للدقيقة 56، كان يعتبر كان أخطر كورة للنادي المصري من اللاعب منذر أمين، اللي هو يعتبر من أخطر اللعيبة في النادي المصري، هو وأسامة الزمراوي. المصري بدأ في الدقيقة 57 بدأ يرجع لأجواء المباراة وبدأ يخش في الجيم، وده اللي هنشوفه بعد كده من بداية الدقيقة 60 آخر نص ساعة في الماتش. اللي حصل من النادي المصري إن هو ضغط بكل قوته. كابتن عماد النحاس أجرى تبديلات عدلت الماتش، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي إن شاء الله. الدقيقة 60 تسديدة خطيرة من الزمراوي. الدقيقة 61 بعد كده المصري أصبح فريق خطير جدا وبقى بيهاجم. طبعا نيجي بعد كده الناحية التانية يوريشيتش بدأ يخرج مصطفى فتحي وينزل فيستون مايلي وينزل قطة ويطلع ناصر ماهر. طبعا في الدقيقة 67 زلاكا من أول ما مصطفى فتحي خرج وزلاكا بقى بيلعب مكانه. طبعا زلاكا في المكان ده مميز جدا ولاعب خطير جدا جدا جدا. زلاكا كان عرضية من الشيبي طبعا لعيب كبير جدا. الشيبي يلعبها ببينية ولا أروع من كده، تعدي من كله وتروح ليه زلاكا اللي يلعبها عرضية لكن تخبط في كريم العراقي، وكادت أن تدخل في مرمى النادي المصري من خطأ كريم العراقي، لكن الحمد لله عدت على خير. نيجي بعد كده كابتن عماد النحاس بدأ يقرأ المباراة كويس، بدأ يشوف اللي بيحصل في الماتش. طبعا نزل الساعي والقرموطي وبامبو وطلع الزمراوي وطلع محمد الشامي وطلع ميدو جابر، اللي من وجهة نظري ميدو جابر انه ده كانش في حالته. الدقيقة 70 بانت خطورة النادي المصري، بانت المصري فعلا نازل في الشوط الثاني، هو نازل يكسب الماتش. احمد سامي بيشيل المباراة من على خط المرمى، والمصري في الشوط الثاني غير بصراحة. المصري يعني بيقدم مباراة روعة في الشوط الثاني. التغييرات فرقت جدا مع النادي المصري، كريم بامبو وعندك القرموطي وعندك الساعي. في الدقيقة 72 ضربة جزاء وجول أول للنادي المصري عن طريق كريم بامبو، اللي يعتبر المباراة من بعدها بقت مولعة بين الفريقين. طبعا بيراميدز مش مصدق، اللي هو المفروض ان هو بدل ما يخسر، لا انت المفروض تكسب الماتش عشان في سباق الدوري. طبعا احنا في الماتشات الحاسمة اللي لا يوجد تعويض. انت عندك اهم 3 ماتشات، عندك ماتش الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز. ال3 ماتشات دول بنسبة 80% هم اللي هيحددوا الدوري. طبعا هنيجي بعد كده للدقيقة 78، خروج باهر المحمدي ونزول محمد هاشم، اللي بالمناسبة كان تغيير كويس جدا من كابتن عماد النحاس، مش عشان محمد هاشم شال الكورة، انما باهر محمدي برضو ما كانش مركز في الماتش، ما كانش اداؤه قد كده في الماتش ده. طبعا في الدقيقة 80 بينزل زيكو، عفوا بيطلع زيكو وبينزل عودة الفخوري. طبعا يوروشيتش عقله في الدقيقة 8 في الدقيقة 82 عقله طار. الراجل ما بيهداش، بيروح هنا بيروح هنا، تحس ان هو متشعوذ كده، مش مركز، مش هو طريقته كده اصلا يوروشيتش ده، مش عارف جايبينه منين ده كمان.
نيجي بعد كده فرصة خطيرة جدا 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 لبيراميدز، ومحمد هاشم ينقذ جول رسمي من زلاكا، اللي محمد هاشم تألق كبير جدا جدا، وانقذها منها على خط المرمى يعتبر. نيجي بعد كده عندنا بامبو، كان خطير جدا، وهو اللي يعتبر كان عمل اداء الى حد ما في الشوط الثاني عالمي منه. زلاكا بيضيع فرصة في الدقيقة 87، فرصة خطيرة. انا ما توقعتش ان زلاكا يضيع فرصة شبه كده، ولكن زلاكا ضيعها بغرابة بصراحة. نيجي بعد كده للدقيقة 88 ونزول مروان حمدي وخروج محمد الشيبي. المصري كان ضاغط، بامبو بيعمل أداء عالمي، لكن بعد كده اللي كان بيحصل إن الدقيقة 93 البديل مروان حمدي يتعادل مع المصري في مباراة مجنونة زي ما قلنا، في في غياب دفاعي، في مباراة او في لقطة، يعني كان في خلل دفاعي في خط الظهر بتاع النادي المصري. كرة تعدي من بين اللعيبة كلها، توصل لمروان ويحرز الهدف. تعادل للنادي بيراميدز. نيجي بعد كده للدقيقة 94، مايلي بيضيع فرصة من أخطر الفرص في المباراة. الفرصة ديت لو كانت إجت ل... لو كانت إجت للنادي بيراميدز، كنا خلاص بالسلامة قفلنا الشاشة، الماتش خلص 2-1 لبيراميدز، ما كناش هنتفرج على كده، خلاص الماتش خلص. لكن عشان يدل ان اللعيبه مش مركزه، مستعجله في اخر المباراه، مايلو بيضيع الفرصه الخطيره. نيجي بعد كده للدقيقه 95، طرد لمخلوف في الدقيقه 95. طبعا حامد حمدان اتطرد في المباراه برضو بسبب تدخلات عنيفه جدا جدا جدا، واللي بالمناسبه هو دخل دخلتين يعني بصراحه فعلا كان لازم ياخد الطرد في المباراة. طبعا الطرد بعد كده مخلوف، والدقيقة 98 ضربة جزاء مجنونة في آخر دقيقتين آخر دقيقة في الماتش، من خطأ من القرموطي بيكاسر فيها لاعب بيراميدز، ويعلن عن ضربة جزاء في منتهى الأهمية. ضربة الجزاء دي لو كانت اجت، كان بيراميدز كان هيفضل فرق زي ما هو، تعادل مع الزمالك في النقط، لكن التعادل ده خلى بيراميدز الزمالك يفرق عنه بنقطتين، يعني كده الزمالك بقى في المركز الاول بفارق عن نقطتين عن بيراميدز، وفرق 5 نقاط على النادي الاهلي اللي لسه هيلعب مع سموحه كمان شويه. آه نكمل بعد كده. طبعا مروان حمدي ضيع الكوره بطريقه، طبعا بطريقه تحسها كده مش مركز، برعونة شديدة. الكرة ديت كانت تفرق جدا جدا مع النادي الكرة دي ممكن تضيع منك الدوري، الكرة دي مش سهلة، الكرة ديت تضيع منك دوري. خليك بعد ما انت كنت بتنافس، بدل المفروض تجيب جول عشان تكسب الماتش، لا انت بتخسر او بتتعادل وبتخسر نقطتين في صراع مهم جدا جدا جدا، كل فريق محتاج كل نقطة فيه. طبعا مباراة ممتعة، مباراة بتدي حلاوة للدوري، وبتخلي الدوري بيشعل أكتر ما هو. نيجي لتقييم المباراة. اللعيبة نبدأ ببيراميدز.
أحمد الشناوي نديله 6/10. محمد الشيبي 6/10. وعندك أحمد سامي 5/10. سما جلال 5/10. محمد حمدي إبراهيم 4/10، مكانش ليه وجود. مهند لاشين 6/10. حامد حمدان 4/10. ناصر ماهر 5/10، محسناش بيه النهاردة. زيكو 5/10. مصطفى فتحي 4/10. محمود زلاكة 6/10. طبعا مروان حمدي على الجون اللي جابه نديله 6/10، بس بصراحة بضربة الجزاء اللي ضيعها عايز اديله 0/10، لكن الجون نديله 6/10. عودة الفخوري ملحقش يلعب يعتبر غير دقايق قليلة، 4/10. وقطة 5/10. وفيستون مايلي 3/10، ما عملش حاجة النهاردة في الماتش. دي كانت تقييمات لاعيبة النادي بيراميدز. نيجي بعد كده لعصام ثروت، اديله 8/10. عامل أداء هايل النهاردة. باهر المحمدي 5/10. أحمد أيمن منصور 5/10. عندك خالد صبحي 4/10. كريم العراقي 7/10، هايل كريم العراقي. محمود حمادة 6/10. محمد مخلوف 4/10. أسامة الزمراوي 5/10. عندك ميدو جابر 3/10. منذر طمين اديله 6/10. محمد الشامي 4/10. عندك كريم بامبو اديله 7/10. عمر الساعي 5/10. اديله القرموطي يعتبر كان سبب في خطأ بضربة جزاء، أنا اديله 4/10. ومحمد هاشم طبعا اللي تألق وشال الكرة من على خط المرمى اديله 7/10. الكرة دي لو كانت دخلت كان الماتش خلص لبيراميدز، وكان خلاص. طبعا عماد النحاس فرق كتير جدا مع النادي المصري، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان نبيل الكوكي كان هو السبب في الاداء المزري او السيء للنادي المصري. نبيل الكوكي كان المفروض يخرج او يرحل من اول ما النادي المصري خرج من الكونفدرالية، كان من قبلها كمان كان يمشي، لكن مجلس الإدارة كمل واداله الثقة، لكن هو ما كانش عنده جديد يقدمه، وهو اللي وصل النادي المصري للحال ده. هو اللي وصل النادي المصري كان زمانه دلوقتي بينافس بقوة على البطولات الأفريقية لو كان معاه مدرب كويس غير نبيل الكوكي، اللي هو يعتبر مدرب مش بقدر أو بحجم جماهيرية وشعب بورسعيد، ومش بجماهيرية النادي المصري. مش ده المدرب اللي يكسب أو يعمل أداء كويس مع النادي المصري. كابتن عماد النحاس طبعا هايل، عامل مباراة رائعة بصراحة. والنهارده الحمد لله مباراة يعتبر ند بند بالنادي المصري وبيراميدز، هتفرق في جدول الترتيب طبعا، هتفرق جدا جدا جدا. بس كون في اخر الفيديو ان شاء الله حابب اشكركم، حابب اشكر كل اللي بيتابعني. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله في تحليل مباراة الاهلي وسموحة باذن الله. سلام.